يا ترى كام مرة سمعنا عن قصص الشهداء في السنكسار؟ كام مرة قرينا عن أبطال وقفوا قدام ملوك وولاة وقالوا لأ في وش الموت عشان خاطر إيمانهم؟ كنا دايما بنحس إن الزمن ده راح وإننا عايشين على سيرة الماضي، لكن التاريخ أبى إنه يمر من غير ما يسيب لنا علامة في عصرنا ده، علامة شفناها بعينينا، مش مجرد حكاية بتتحكي. النهاردة مش هنتكلم عن رقم، مش هنتكلم عن واحد ضمن 21 اللي هزوا العالم كله بصمودهم على شط ليبيا. النهاردة هنتكلم عن حالة خاصة جدا، عن شاب كان في ايده رخصة نجاة، كان عنده فرصة حقيقية ان يرجع لأهله سليم ويمشي وسط الناس ويكمل حياته، لكنه رفض. تعالوا نعرف حكاية أسد الشهداء، الشهيد اللي اسمه كان ممكن ينقذه لكن دمه هو اللي خلده، الشهيد عصام بدار سمير. حكايتنا بتبدأ من محافظة المنيا، وتحديدا مركز صمالوط، قرية الجبالي. هناك اتولد عصام، شاب بسيط ملامحه مصرية صميمة، زيه زي آلاف الشباب اللي بيصحوا كل يوم يدوروا على لقمة العيش الحلال. عصام ما كانش مجرد شاب عادي في وسط أهله وجيرانه، كان معروف بصفة مميزة جدا، وهي الأمانة. اشتغل فترة في شرم الشيخ والغردقة، وكان دايما بيختار الشغل اللي يرضي ضميره، لدرجة إنه ساب شغل قبل كده لما حس إن اللي حواليه بيعملوا حاجات مش صح، وقال جملته المشهورة: أنا عايز قرش حلال. لكن اللي كان بيميز عصام بجد هو تعلقه الشديد بالسماء. وهو لسه على الأرض كان بيعشق القديس مارجرجس الروماني بشكل غير عادي. كان دايما بيقول لأهله ولأي حد بيقابله: أنا نفسي أتجوز وأخلف ولد وأسميه جورج. ومن كتر ما كرر الاسم ده، الناس في بلده بقى ينادوله يا أبو جورج وهو لسه أعزب. كان قلبه متعلق بالاسم، وما كانش يعرف إن هيبقى شريك لماري جرجس في نفس المصير ونفس الإكليل، زيه زي شباب كتير داق الحلال. لما داق الحال بيه والحلم بتكوين بيت وأسرة كان بيضغط عليه، فقرر يسافر ليبيا. كان خارج يدور على رزقه، شايل هموم الدنيا فوق كتافه، وبيحلم باليوم اللي يرجع فيه ويبني بيته ويتجوز. سافر وهو ما يعرفش إن التذكرة دي مش لليبيا، دي تذكرة للسما. هناك الظروف كانت صعبة جدا، والخطر كان بيحوط المصريين من كل مكان، خصوصا المسيحيين. الجماعات الإرهابية كانت دايما بتسيطر، وكانوا بيصطادوا الناس بالهوية. ورغم كل ده عصام كان ثابت، كان بيشتغل وبيشكر ربنا ومستني فرج الله، لحد ما جه اليوم المشؤوم، اليوم اللي اتخطف فيه هو وزمايله. وهنا بنوصل لأخطر وأهم لحظة في قصة عصام، اللحظة اللي خليته يستحق بلقب أسد الشهداء عن جدارة. لما الإرهابيين خطفوا مجموعة بدأوا عملية الفرز، كانوا بيمسكوا البطاقات الشخصية عشان يعرفوا الديانة من الاسم: مينا، جرجس، كيرلس. الأسماء كانت واضحة وصريحة وبتكشف الهوية المسيحية فورا. لحد ما جه الدور على عصام. الإرهابي مسك البطاقة وبص في الاسم: عصام بدار سمير. اسم عصام في مصر اسم مشترك بيسميه المسلمين والمسيحيين، واسم الأب بدار والجد سمير برضو أسماء ما فيهاش دلالة دينية قاطعة، زي مثلا عبد المسيح أو شنودة. الروايات وكلام أهله بيأكدوا إن دي كانت الفرصة الذهبية. الخاطفين شكوا فيه، اعتبروه مش هدف ليهم، اتقال له بما معناه انت تمشي او انت مش تبعهم. تخيلوا الموقف: واحد واقف وسيف الموت فوق رقبته، وفجأة يتفتح له باب الحياة. كان ممكن يسكت، كان ممكن يتدارى، كان ممكن يقول أيوة أنا مش منهم وينجو بحياته، ومحدش كان هيلومه لأن دي غريزة البقاء. لكن هنا ظهر معدن الأسد. عصام رفض الهدية المسمومة دي، رفض إنه يعيش لحظة واحدة وهو منكر لمسيحه ولو بصمت. بكل شجاعة وبدون أي تردد رفع كم قميصه اليمين ووراهم الصليب المدقوق على إيده، وقال لهم بصوت هز السما قبل الأرض: أنا مسيحي، أنا من دين هؤلاء، واللي هيحصل فيهم هيحصل فيا.
عصام اختار الموت بإرادته الكاملة عشان ما يبيعش إيمانه برخصة نجاة رخيصة. في اللحظة دي هو وقع وثيقة استشهاده بإيده، واختار إنه يكون واحد من 21 كوكب اللي نوروا السما. ولما جه وقت التنفيذ، الوقت اللي العالم كله شاف فيه الفيديو اللي وجع قلوبنا، شفنا صف طويل من الرجال بملابس برتقالية، وكل واحد وراه دباح ماسك سكين. لكن لو ركزنا في وش عصام بدار وفي وشوش زمايله، هنلاحظ حاجة عجيبة جدا. والد عصام، عم بدار، لما شاف الفيديو قال كلمة للتاريخ. قال: أنا ابني ما كانش باصص للأرض، ولا كان باصص للسيف، ولا كان خايف. ابني كان باصص لفوق، كان باصص للسما. كان في ثبات عجيب، مفيش صراخ، مفيش توسل، مفيش انهيار. كان عيونهم متعلقة بحاجة احنا مش شايفينها. كانوا شايفين المسيح فاتح أحضانهم ليهم. كانت شفايفهم بتتحرك بكلمة واحدة: يا رب يسوع. عصام اللي كان بيحلم ببيت في الأرض، ربنا كان بيجهز له قصر في السما. عصام اللي كان عايز يسمي ابنه جورج، بقى هو فخر لكل جورج هيجي في عيلته وفي كنيسته. بعد الاستشهاد الحزن كان مالي البيوت، لكن ربنا ما يسيبش ولاده من غير تعزية. والدة عصام حكت وقالت إنها شافته في رؤية، شافته في مكان منير، لابس أبيض ووشه منور زي الملاك، وبيطمنها عليه. تحولت الدموع لزغاريت. أهله ما بقوش بيقولوا البقاء لله بنبرة حزن، بقوا بيقولوا مبروك بنبرة فخر. والده بقى بيمشي رافع راسه وبيقول: ابني شرفني، ابني رافع راسي وراس مصر كلها. قصة الشهيد عصام بدار مش مجرد قصة واحد مات عشان دينه، دي قصة اختيار. عصام بيعلمنا إن الإيمان مش مجرد كلمة مكتوبة في خانة في البطاقة. الإيمان موقف، والإيمان إنك لما تتحط في اختبار تختار الأبدية حتى لو التمن هو حياتك. عصام بدار الشاب البسيط اللي رفض يتنصل من مسيحه عشان يعيش كام سنة زيادة، هو النهاردة عايش في قلوب الملايين. هو النهاردة أسد الشهداء اللي ظهر إيمانه في وش الموت، فالموت خاف منه وهرب، وبقى هو حي للأبد. يا بختك يا عصام، ويا بخت كل اللي معاك. نلتوا الإكليل وسبتوا لنا درس إن عمرنا ما هننساه. اذكرنا أمام عرش النعمة يا بطل الإيمان. عشان نفهم بقى عظمة عصام وزمايله، لازم نرجع لليلة اللي قلبت الموازين، ليلة خطف عصام. ما كانتش مواجهة عسكرية، كانت غدر. الإرهابيين دخلوا عليهم وهم نايمين في سكنهم البسيط في سرايرهم. دخلوا بسلاحهم على ناس عزل، كل سلاحهم كان كتابهم المقدس وصور لأهلهم في مصر. في اللحظة دي الرعب كان سيد الموقف. تخيلوا شعور حد بيصحى من النوم يلاقي بندقية في وشه وصوت صراخ وتكسير. لكن العجيب إن الروايات اللي اتسربت بعد كده بتقول إن حتى في لحظات الخطف الأولى كان في حالة من التسليم، وكانوا حاسين إن الساعة قربت. عصام في الليلة دي ودع حلم الرجوع للدنيا، وبدأ يجهز نفسه لرحلة تانية، الرحلة اللي مفيهاش شنط سفر، فيها بس أعمال وتضحية. الفترة اللي ما بين الخطف والاستشهاد كانت حوالي 45 يوم، ودي الفترة اللي بنسميها أيام الاختبار الحقيقي. احنا شفنا الفيديو الأخير بس، لكن ما شفناش اللي حصل في الأيام اللي قبليه. الإرهابيين مارسوا عليهم كل أنواع الضغط النفسي والبدني. كانوا بيحاولوا يكسروا إيمانهم قبل ما يكسروا رقابيهم. تخيلوا عصام، الشاب اللي لسه في عز شبابه، بيتحط عليه ضغط كل يوم: انكر إيمانك وارجع مصر، انكر وهتتجوز وتعيش. ال45 يوم دول كانوا هما المعمل اللي الدهب فيه اتنقى بالنار. كانوا بيصلوا مع بعض، بيرتلوا، بيشجعوا بعض. تحول السجن المظلم لكنيسة صغيرة، كنيسة بلا جدران لكن سقفها واصل لحد عرش الله. عصام كان واحد من الأعمدة دي، كان بيستمد قوته من صليبه، من وعد ربنا ليه. في الوقت اللي كان عصام بيواجه فيه الموت في ليبيا، كان في معركة تانية دايرة في قرية الجبالي في المنيا، معركة في قلب أمه وأبوه.
محدش فينا يقدر يوصف وجع الانتظار. الأم اللي كان كل ما التليفون يرن قلبها يقع في رجليها، يا ترى خبر رجوعه ولا خبر موته. والدة عصام كانت عايشة بين الرجاء والخوف، كانت بتسمع إشاعات كتير، دول راجعين بكرة، لأ دول اتقتلوا. لكن قلب الأم كان حاسس، كانت بترفع عيونها لصور القديسين وتقول. لما الإرهابيين صوروا الفيديو وأخرجوه بأعلى تقنيات السينما، كان هدفهم الرعب. كانوا عايزين يبعتوا رسالة للعالم إننا هنذبح المسيحيين ونخوفهم. لبسوهم اللبس البرتقاني لون الإعدام، ووقفوا وراهم المدفعية. لكن اللي حصل كان معجزة إلهية بكل المقاييس. الفيديو اللي كان معمول عشان يخوفنا بقى هو السبب اللي قوانا.